كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم مع جبريل عليه السلام يتحدثان، فسمع جبريل عليه السلام صوتا من فوقه فإذا بالسماء تنشق، فقال جبريل: يا محمد، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل ملك عظيم، فلما رآه جبريل عليه السلام تصاغر وتواضع، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ما نزل منذ خلق ولم ينزل إلا لقيام الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا. فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال له النبي: بل عبدا رسولا. فقال له الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ثم انصرف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: من هذا الملك يا جبريل؟ فقال جبريل: هذا ملك لم ينزل من السماء إلى الأرض إلا اليوم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فما بالك لما رأيته تصاغرت وتواضعت من الإجلال؟ فقال جبريل: والله ما ظننته نزل إلا بقيام الساعة، فهذا إسرافيل صاحب النفخ في الصور. فقال العلماء: إن جبريل عليه السلام نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الفاتحة، فهو موكل بإنزال الوحي، ونزل الملك إسرافيل بثوابها. فكان سبب نزول سورة الفاتحة ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خلا وحده سمع مناديا ينادي: يا محمد يا محمد. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت انطلق هاربا. فقال له ورقة بن نوفل: إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. فلما خلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده سمع النداء فقال: لبيك. قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حتى فرغ من فاتحة الكتاب. فقد آتاه الله عز وجل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وسميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن